بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة ممثل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أيها الحضور الكريم، في البداية أود أن أثمن عاليا حضوركم الشخصي ضمن فعالية هذه الندوة الصحفية التي تأتي في سياق توطيد المقاربة التواصلية التي دأب على نهجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ تاريخ إحداثه. كما تروم هذه الندوة الصحفية تنزيل مقتضيات دستورية ومبادئ أمنية مهمة، وفي مقدمتها تكريس الحق في المعلومة وإرساء مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، وتعزيز الإحساس العام بالأمن والتفاعل مع انتظارات المواطنين في المجال الأمني، خاصة في الجانب المرتبط بتحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين. ومن هذا المنطلق سنحاول في هذه الندوة الصحفية تقديم أهم تطورات ومستجدات البحث المتواصل في شأن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها صباح يوم الأحد المنصرم، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون من جهة، ودون الإخلال بسرية البحث المكفولة قانونا من جهة ثانية. كما سيتكلف زميلي الحاضر معنا في المنصة السيد والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، باستعراض مختلف المواد والمعدات والضبطيات المحجوزة في إطار هذه الخلية الإرهابية، والكشف عن نتائج الخبرات التقنية والعلمية المنجزة بشأنها، فضلا عن إبراز مدى خطورتها وقابليتها لإساءة الاستخدام لصناعة المتفجرات. وفي ختام العروض المبرمجة خلال هذه الندوة الصحفية سوف يتم فتح المجال للتفاعل والتجاوب مع أسئلة السيدات والسادة الضيوف. حضرات السيدات والسادة، كما طالعتم في البلاغ المنشور يوم الأحد 26 يناير الجاري، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخطط إرهابي خطير بمنطقة حد السوالم، كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات إرهابية وشيكة باستخدام مواد متفجرة وباستعمال كذلك أساليب وتقنيات الإرهاب الفردي. وحسب نتائج التحريات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية، وهم 4 متطرفين من ضمنهم 3 أشقاء، كانوا قد وثقوا بيعتهم المزعومة لتنظيم داعش في تسجيل فيديو، كما وثقوا أيضا وبشكل مسبق إعلان مسؤوليتهم عن المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها في المستقبل القريب، وذلك على أساس نشر إعلان تبني المسؤولية مباشرة بعد التنفيذ المادي لتلك المشاريع الإرهابية. ومن هنا نستخلص بأن هذه الخلية المتطرفة كانت قد بلغت مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، خصوصا وأن عناصر هذه الخلية قاموا بتصوير العديد من الأهداف المحتملة، كما قاموا أيضا برسم تصاميم تقريبية للمسالك والمسارات المؤدية لبعض تلك الأهداف.
وممرات الهروب المرتقبة والتي كان يعتزمون الاسترشاد بها خلال عمليات التنفيذ ومحاولة الهروب من مكان التفجير. وإمعانا في التوضيح سوف أعرض على أنظاركم أهم المعطيات المرتبطة بهذه الخلية الإرهابية التي يمكن تسميتها تجاوزا بخلية الأشقاء الثلاثة، مع إبراز تقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية في المحيط الإقليمي لا سيما في منطقة الساحل، وذلك على الشكل التالي. أولاً، السمات الأساسية لعناصر هذه الخلية الإرهابية. بلغ عدد الموقوفين في هذه الخلية إلى غاية هذه المرحلة من البحث 4 مشتبه فيهم، وهم على التوالي 3 أشقاء وشخص رابع، ويبلغون من العمر 26 و30 و31 و35 سنة. وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين فإنهم يتشاركون في معطى أساسي، وهو تدني مستواهم الدراسي الذي لا يتجاوز المستوى السادس ابتدائي بالنسبة للأشقاء ال3، بينما تابع المشتبه فيه الرابع دراسته الثانوية إلى حدود مستوى البكالوريا. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية ف2 منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية في مزاولتهم لمهن وحرف متواضعة وعرضية، باستثناء شخص واحد انقطع مؤخرا عن مزاولة أي نشاط مدر للربح. ثانيا، الاستقطاب الأسري كرافد للتجديد والتطرف. إن خطورة هذه الخلية المتطرفة لا تكمن فقط في المشاريع الإرهابية التي كانت تعتزم تنفيذها، ولا في المستوى المتقدم من التخطيط والاستعداد الذي بلغه أعضاؤها في مخططهم الإرهابي، وإنما تكمن الخطورة في تنامي الاستقطاب الأسري كرافد جارف للتطرف والتجنيد في صفوف المرشحين للقيام بعمليات إرهابية. فقد كشفت خلية الأشقاء الثلاثة عن تصاعد تهديد ناشئ ينذر بتحديات أمنية واجتماعية خطيرة، يتمثل في خطر انزلاق أسر بأكملها في شراك التطرف الفكري، وتشكيل جيوب مقاومة للأعراف والتقاليد المغربية ووحدة المجتمع والمذهب والعقيدة، وذلك بسبب التأثير الذي قد يمارسه بعض أفراد الأسرة الحاملين للفكر المتطرف على محيطهم الأسري والاجتماعي. وللأسف الشديد فقد استطاع الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، وهو الشقيق الأكبر، تحويل أسرته الصغيرة كحاضنة للتطرف والتجنيد والاستقطاب لفائدة مشروعه الإرهابي، مستغلا في ذلك سلطته المعنوية وقدرته على التأثير السلبي في محيطه المجتمعي القريب. وبالرغم من أن الأسرة المغربية شكلت دائما حصنا منيعا ضد الأفكار المتطرفة ودعامة قوية للتسامح والتعايش والاعتدال، إلا أن التحقيقات المرتبطة بقضايا الإرهاب سمحت برصد بعض نزاعات هذا الاستقطاب الأسري كآلية للتجنيد والتطرف السريع. ومن ضمن هذه القضايا نذكر على سبيل المثال للحصر الخلية النسائية التي تم تفكيكها بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والتي تبين بأن جل أعضائها كانوا قد تشبعوا بالفكر الداعشي عن طريق التأثر بالوسط العائلي، بحكم أن معظمهن كان لهن أقارب ينشطون في صفوف داعش، أو أنهن سليلات عائلات سبق لأفرادها أن أدينوا على مراحل متفرقة في قضايا الإرهاب والتطرف. وتتزايد خطورة هذا التهديد عندما ندرك بأن التنظيمات الإرهابية العالمية، خاصة تنظيم داعش،
تسعى جاهدة لاستغلال الاستقطاب الأسري لخدمة مشاريعها التخريبية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلادنا من خلال الدفع بمقاتليها في بؤر التوتر إلى تجنيد أقربائهم وأشقائهم من أجل الانخراط في أعمال إرهابية، وذلك على غرار زعيم الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بتاريخ 11 دجنبر 2015 والتي عرفت وقتها بخلية الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي. ثالثا، التجنيد المعلوماتي والارتباط العضوي بتنظيم داعش. التجنيد المعلوماتي والارتباط العضوي بتنظيم داعش. تشير الأبحاث الأمنية المنجزة بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط عضوي بأحد القياديين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، وهو الذي اطلع بدور مهم في تسريع عملية التجنيد والاستقطاب وتلقين الأفكار الإرهابية من خلال الإصدارات والمحتويات الرقمية المتطرفة التي كان يرسلها لأعضاء هذه الخلية بغرض تحويلهم إلى أشخاص منذورين للموت يمكن الدفع بهم بسرعة لتنفيذ عمليات إرهابية. وقد ساهمت الدعاية السيبرانية التي انخرط فيها تنظيم داعش في تسريع وتيرة ومنسوب التطرف لدى خلية الأشقاء الثلاثة، كما كان لها دور خطير في إعدادهم وتحضيرهم لارتكاب مخططات الإرهاب الفردي على طريقة تنظيم داعش، خصوصا تنفيذ عمليات محتملة للقتل والتمثيل بالجثث باستخدام أساليب التعذيب، علاوة على المراهنة على عمليات التفجير لإحداث أكبر خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات. وقد كشفت هذه الخلية مرة أخرى مدى اعتماد التنظيمات المتطرفة على إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التواصل الحديثة لخدمة المشاريع الإرهابية. وبلغة الأرقام، فقد تمكنت المصالح الأمنية منذ سنة 2016 من توقيف أكثر من 600 متطرف. فقد تمكنت المصالح الأمنية منذ سنة 2016 من توقيف أكثر من 600 متطرف من رواد المنصات التواصلية ممن كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على نمط الذئاب المنفردة الذي يشجع عليه تنظيم داعش في إطار ما يسميه بإدامة واستدامة حرب الاستنزاف. وقد لاحظت المصالح الأمنية مؤخرا أن عناصر الخلايا الإرهابية المفككة كانوا يستخدمون الشبكات التواصلية لإنشاء تجمعات افتراضية بغية توحيد توجهاتهم العقائدية وتبادل خبراتهم، بما في ذلك تصنيع العبوات الناسفة والسموم وتوسيع دائرة الدعاية الإرهابية وانتشار التطرف السريع في صفوف فئة القاصرين الشباب، حيث أن غالبيتهم كانوا يعبرون عن استعدادهم لارتكاب أعمال إرهابية بمجرد تلقيهم لتدريب افتراضي بسيط. وهنا أفتح القوس للتذكير بأن التطرف السيبراني في أوساط القاصرين ما بين 14 سنة و14 سنة أضحى يشكل بدوره مصدر تهديد متنامي بسبب سعي التنظيمات الإرهابية إلى استغلال حداثة سن هذه الفئة العمرية التي يكون لها ارتباط وثيق بشبكات التواصل الاجتماعي وطبائعها السلوكية المرتبطة بالرغبة في المغامرة والمجازفة من أجل الزج بهم في عمليات إرهابية. ومما يزيد من خطورة هذا التهديد كذلك هو ارتفاع عدد القاصرين المنحدرين من أسر المغربية المعتقلين حاليا ببعض بؤر التوتر، لا سيما بالشمال الشرقي لسوريا، يعني 382 طفل من بينهم أكثر من 50 قاصر ممن رافقوا ذويهم إلى سوريا بين عامي 2013 و2015 في سن 7 أو 9،
وقد بلغوا الآن سن الرشد. فالعديد من هؤلاء خضعوا لتداريب قتالية ووجهوا تهديدات ضد بلادنا، كما هو الحال بالنسبة للقاصر ابن المقاتل إبراهيم الحلي الذي شارك في سنة 2015 في مسابقة للفئات اليافعة من مختلف الجنسيات المنضوية تحت ما يسمى بأشبال الخلافة، وكانت جائزته على تفوقه هي القيام بإعدام جندي سوري أسير بواسطة مسدس أطلق منه رصاصتين بكل برودة على رأس هذا الأخير. رابعاً، خلية الأشقاء الثلاثة وامتداداتها في منطقة الساحل. كشفت الأبحاث المنجزة مع عناصر خلية الأشقاء الثلاثة أنهم كانوا يرغبون في الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل فور الانتهاء من تنفيذ مشروعهم الإرهابي، بل إن الشقيق الأكبر كان يعتزم نقل أبنائه الخمسة معه إلى هذه المنطقة، وهو ما يكشف بجلاء بأن التنظيمات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر أصبحت تراهن على توفير ظروف الإعاشة والإيواء لجذب واستمالة المقاتلين وعائلاتهم من مختلف دول العالم. أيضا أصبحت منطقة الساحل تشكل مصدر تهديد حقيقي بالنسبة للمملكة المغربية، بالنظر إلى بروزها كعلامة مشتركة بين أغلب المتطرفين الذين تم اعتقالهم منذ سنة 2022، حيث إن معظمهم خطط للقيام بمشاريع إرهابية بالمغرب قبل الالتحاق بهذه المنطقة، كما أن قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل كانوا ينهضون بمهمة التوجيه والتأطير عن بعد لصالح الخلايا الإرهابية المحلية، مثل ما هو الشأن بالنسبة لخلية حد السوالم الأخيرة. وزيادة في التوضيح، تشير المعطيات الإحصائية بأن السلطات المغربية فككت أزيد من 40 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بفروع القاعدة أو داعش بالساحل الإفريقي، كما أنها رصدت منذ نهاية سنة 2022 مغادرة 130 من المتطرفين المغاربة إلى ساحات الجهاد الإفريقية في الصومال والساحل، وهو ما يكشف بوضوح حجم التهديدات المرتبطة بهذه المنطقة على الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي. وكدليل على حجم هذه التحديات، نشير أن العديد من المقاتلين المغاربة الذين انخرطوا في صفوف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وداعش كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم داخل المملكة المغربية، بل إن العديد منهم أسندت لهم مهام قيادية، والبعض الآخر تورط في عمليات إرهابية خطيرة، مثل ما هو الحال بالنسبة للهجوم الذي شنه فرع داعش بالصومال على ثكنة عسكرية للقوات الصومالية بمنطقة بونتلاند بتاريخ 31/12/2024، والذي عرف مشاركة مغربيين كانتحاريين في عملية التنفيذ. وهنا لا بد من التذكير بأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت سباقة منذ مدة لتحذير المنظمة الدولي بالاهتمام المتزايد لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي، والتنبيه كذلك إلى أن هذه المنطقة ستتحول إلى قطب جهوي للتنظيمات الإرهابية الدولية. خامساً، الأهداف المعلنة لخلية الأشقاء الثلاثة بمنطقة حد السوالم. لقد كشفت العمليات الميدانية والأبحاث المنجزة بأن عناصر هذه الخلية الإرهابية الأخيرة كانوا يحضرون للقيام بعمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، فضلاً عن أحد الأسواق الممتازة ومحلات عمومية تستقبل الزبائن والأجانب. ولهذا الغرض انخرطوا في عملية سرية لتصوير هذه المقرات من زوايا مختلفة وتحديد منافذ ولوجها، كما قاموا بوضع رسوم
تقريبية للمسارات والمسالك المؤدية لها. ومن الناحية اللوجستيكية قام أعضاء هذه الشبكة باقتناء مواد كيميائية ومعدات للتلحيم وسلع ثنائية الاستخدام يمكن تسخيرها لصناعة المتفجرات، كما راهنوا على تنويع محلات العقاقير بغرض التضليل وعدم إثارة الانتباه. وبخصوص أسلوب الإرهاب الفردي وتكتيكات الذئاب المنفردة، فقد حرص عناصر هذه الخلية الإرهابية على توفير العديد من الأسلحة البيضاء من أحجام كبيرة بغرض تسخيرها في عمليات التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، خاصة وأنهم كانوا يتوصلون بأشرطة من قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل توثق لعمليات الإعدام خارج إطار القانون باستخدام التعذيب وقطع الرأس وغيرها من الأعمال البشعة بغرض الاسترشاد بها في عملياتهم المرتقبة. حضرات السيدات والسادة، كانت هذه إجمالاً السمات المميزة لخلية حد السولم وتقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، وكذا التحديات الأمنية التي تطرحها على المستوى الوطني والإقليمي. وسأعطي الكلمة الآن لزميلي السيد والي الأمن عبد الرحمن اليوسفي العلوي ورئيس القسم التقني وتدبير المخاطر للحديث عن الخبرات التقنية المنجزة على المواد والمعدات الكيميائية المحجوزة في إطار هذه الخلية الإرهابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.